دابا وقف شويه نسولك وجاوبني بصراحه وبلا كذوب. علاش الفلوس كتهرب منك؟ علاش كتجي حتى لعندك ولكن انت كتلف؟ الا حسيتي بالسؤال ضربك، راه هاد الفيديو ليك. اغلب الناس كيقولوا بغيت الفلوس ولكن ما كيطرحوش على راسهم هاد السؤال: شنو القيمه اللي نقدم باش نستاهل نربح؟ كاين واحد المشكل خطير، كتظن ان الفلوس غادي تجيبها حيت انت محتاج ليها، ولكن الحقيقه فلوس كتجي غير اللي كيعطيها شي حاجه في المقابل. خليني نقولها لك بوضوح، الفلوس ماشي مكافأة، فلوس مقابل. كتحل مشكل صغير كتاخد مقابل صغير، كتحل مشكل كبير كتاخد مقابل كبير. الا ما عندك حتى شي مهارة في هاد الحياة ولا حتى شي قيمة، راه الطبيعي ديال الفلوس ما توقفش عنك. مثال بسيط، واحد كيعرف يصلح الهواتف، واحد اخر غير كيشكي من الغلا. شكون فيهم كيتخلص؟ اللي كيعطي الحل ماشي اللي كيهضر. الفقر ماشي النقص في الفلوس، الفقر نقص في القيمة. من اليوم بدل هاد السؤال في بالك، وما تقولش علاش ما عنديش الفلوس، قول شنو نقدر نتعلم باش نولي مطلوب. العالم ما كيخلصش على النية، كيخلص على النتيجة. الا بغيتي الفلوس خلاصة، راه خاصك تبني قيمة، تعلم، طور من راسك، زيد معلومات في بالك. فلوس غادي تجيك مين تولي شخص كتستاهلها. صحح عقلك والواقع غادي يتصحح بوحدو. كان معكم خوكم دريس، وتهلاو.